السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن فوائد الفاصوليا الخضراء، وعن اهميتها لجسم الانسان، وعن العناصر الغذائية اللي موجودة في الفاصوليا الخضراء، وعن الفيتامينات والمعادن اللي موجودة فيها. بس طبعا في البداية وقبل ما أبدأ كلامي مع حضراتكم لازم نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة تنحل بها العقد وينفك بها الكرب ويفتح لنا بها أبواب الرزق إن شاء الله، ويرفع بها عنا البلاء يا رب العالمين. النهاردة عملت لحضراتكم تقرير بسيط جدا عن فوائد الفاصوليا الخضراء، وهنبتدي مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ونبتدي ونقول إن الفاصوليا الخضراء بتحتوي على كمية كبيرة جدا من المنغنيز والكالسيوم اللي بيساعدوا في تقوية العظام، وكمان المنع من الأمراض العظام. كما أن الفاصوليا الخضراء تحتوي على كمية كبيرة من الألياف الغذائية اللي بتساعد في خفض الكوليسترول الضار في الدم. وكمان بتتميز الفاصوليا على إنها تحتوي على نسبة عالية جدا من البوتاسيوم اللي بيساعد في الحفاظ على ضغط الدم، وكمان صحة القلب والأوعية الدموية. كما أن الفاصوليا بتحتوي على أحماض مهمة جدا جدا لسلامة العين ووقاية العين من أمراض العيون. سبحان الله، كل ده موجود في نبات الفاصوليا. وكمان الفاصوليا لها دور فعال ومهم جدا جدا في إنقاص الوزن، وبالنسبة للناس اللي بتعمل دايت وعايزين يحافظوا على أوزانهم. طبعا الفاصوليا لها دور فعال في إنقاص الوزن بفاعلية وأمان، وده كله لاحتوائها على نسبة عالية جدا جدا من الألياف اللي بتمد الجسم بالطاقة اللازمة، وكمان بتعمل على سد الشهية. أما بالنسبة لفوائد الفاصوليا لمحاربة السرطان، فإن هي بتحتوي على نسبة عالية من الألياف اللي بتعمل على مقاومة جذور السرطان وعدم تكونها. كما أن الفاصوليا الخضراء بتعمل على تحسين نسبة الخصوبة عند السيدات. مش بس كده، وكمان بتعتبر مصدر مهم جدا لحمض الفوليك اللي بتحتاجه الأم وجنينها خلال فترة الحمل. طبعا ده كله ليه؟ لاحتوائها على فيتامين ب9. وكمان الفاصوليا لها دور مهم جدا وعظيم في محاربة الاكتئاب، وده كله لاحتوائها على حمض الفوليك اللي بيساعد على محاربة الاكتئاب. وزي ما قلت لحضراتكم ان الفاصوليا بتعمل على تقوية العظام، طبعا لوجود فيتامين كاف وفيتامين سي والمنغنيز. أما بالنسبة لأهمية الفاصوليا لصحة القلب، فهي بتعزز صحة القلب وبتقلل كمان من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وبتقلل الإصابة بالسكتة الدماغية، طبعا لاحتوائها على نسبة عالية جدا من الألياف القابلة للذوبان، والتي تساهم في خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم. مش بس كده، وكمان الفاصوليا الخضراء بتعمل على تحسين عملية الهضم لاحتوائها على ألياف. طبعا الألياف دي بتعمل على تحسين عملية الهضم للناس اللي بيعانوا من القولون العصبي وعسر الهضم،
وكمان بتساعد في علاج الإمساك، ولها تأثير معتدل في عملية إدرار البول. كما أن الفاصوليا الخضراء يوجد فيها مضادات أكسدة لها دور كبير جدا في تأخير علامات الشيخوخة والتقليل من التجاعيد، لاحتوائها على فيتامين سي وكمان فيتامين ايه اللي بيساعدوا على نضارة البشرة. كما أن الفاصوليا الخضراء بتعمل على تقوية الجهاز المناعة في الجسم، طبعا لاحتوائها على فيتامين سي. وكمان بتحتوي الفاصوليا على الحديد اللي بيساعد في علاج فقر الدم، طبعا وتعمل الفاصوليا كمان على تنشيط إنزيمات الكبد وبتحمي الجسم من الكسل. سبحان الله، كل ده موجود في نبات الفاصوليا الخضراء، بتعمل على فوائد كتيرة جدا جدا جدا. بتعمل على علاج فقر الدم، وكمان بتعمل على نضارة البشرة وعلاج الإمساك وعلاج القولون العصبي وعلاج العظام سبحان الله، وحماية العيون من أمراض العيون. كل ده سبحان الله موجود في نبات الفاصوليا. ده كان تقرير النهاردة عن نبات الفاصوليا. وبما ان قناتي قناة طبخ وكمان بتكلم فيها عن فوائد الأكلات اللي بعملها وعن فوائد الخضروات وعن فوائد التوابل والأعشاب، فكان لازم النهاردة أعمل لكم التقرير ده عن نبات الفاصوليا اللي كلنا بنحبه. أتمنى للناس اللي اتفرجت معايا على الفيديو، لو كنتوا وصلتوا معايا لحد هنا أو لحد دلوقتي من الفيديو، ياريت ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للكل عشان يوصلكم كل جديد. ده كان فيديو النهاردة، أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، وأتمنى إني أكون أفدتكم، وأتمنى إني أكون ضيفة خفيفة عليكم. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.